بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: الصديق الأستاذ فهد العنزي والاختلاف بشأن عبد الناصر. صديق عزيز تعرفت عليه في رده علي، فقدم لي عتابا راقيا متحضرا يدل على أنه إنسان أصيل وراقي، وقال لي إن أي إيجابيات لعبد الناصر تعتبر شيء استثنائي أمام بحر سلبياته. وأوضح لي أن القضية ليست قضية نوستالجيا، فإن كثيرين يعارضونه معارضة شديدة. طبعا هو شخصية جدلية، فلنتفق على هذا. أنا ذكرت أخطاءه فيما يتعلق بحرب اليمن، كارثة وتورط فيها، و67 يتحمل هو المسؤولية، والتأميم كارثة، وتفضيل أهل الثقة على أهل الخبرة مصيبة كبيرة. فهذه أخطاء، فأنا ذكرت هذا، لكن لا ننسى له السد العالي، لا ننسى له تأميم القناة، وكانت له شعبية جارفة. وبصراحة نحن مسؤولون عن إيجابيات وأخطاء. السؤال: لماذا عندما يرحل القائد التاريخي نطلق عليه سيلا من الهجوم وكأنه تصرف بمفرده؟ أمام الكاريزما الطاغية التي كانت له أيده الناس بشكل كبير، وهو مشكلته أن اصطدم مع الكثيرين، فإلى الآن من النادر أن تجد من يتناوله بموضوعية. لكن من المؤكد أن ثورة 52 كانت لابد أن تحدث لإنقاذ مصر من الاحتراب الاجتماعي، والسادات الذي أتى من بعده كانت لديه عقدة من عبد الناصر، عقدة السلف والخلف، فعمل على إبراز سلبياته، وهو الذي في عهده قام ببناء حائط الصواريخ الذي سيقطع ذراع إسرائيل الطويلة. هذه نقطة مهمة. هو طبعا من أخطائه أنه اصطدم مع القوى الكبرى، هذه زاوية. السادات كان أكثر ذكاء منه في هذه الناحية عندما عرف أن أوراق اللعبة في يد أمريكا، وهذا الكلام صحيح للغاية. فأنا قلت إيجابياته وقلت سلبياته. أما أن يتهموا البعض بأنه كان ملحدا، هذا أبعد ما يكون عن التاريخ. وأما أن يتهم البعض أنه كان يهوديا، هذه نكتة كبيرة، لأن حصار الفلوجة أحدث عقدة إبداعية لديه. لم ينسى إطلاقا هذا الحصار، حيث تم ضرب زملائه بالطائرات ولم يستسلموا وخرجوا بأسلحتهم. ولا يزال شخصية جدلية. في تقديري أن الحل عدم مصادرة الرأي الآخر. أنا لي صديق عزيز من جماعة قناة السويس يناصب جمال عبد الناصر العداء، وألف مؤلفات كثيرة، وكثيرا ما نتناقش معا، وكل له رأيه. الحل أن تكون open end، نهاية مفتوحة، فكل له رأيه، لا أحد يصادر على الآخر. وأنا أعجبت جدا برد الأستاذ فهد، لأنه رد متحضر ورقي، وبالفعل الرجل له أخطاء وله سلبيات، لابد أن نقول هذا. فمن يبالغ في إيجابياته ليس الحل، ومن يبالغ في سلبياته ليس هذا هو الحل. وبالتالي فلنتفق على أن كل إنسان له مطلق الحرية أن يقول ما يريد، لكن أن يصل الأمر إلى التشكيك في الشخص والقول أنه كان ملحدا، هذا شيء أبعد ما يكون عن الحقيقة. فبالتالي فعلا أنا أحترم الأستاذ فهد وأحترم رأيه، وأؤكد أنني قلت إيجابي. وهناك فيديو آخر عنوانه جمال عبد الناصر، فصلت فيه الأمر ووضحت إيجابياته وسلبياته، وأن البعض نصحوا قبل التورط في اليمن ولم يستمع للنصيحة. هذه زاوية رئيسية. هو كان قلبه مع الفقراء، لكن التأميم مصيبة كبرى ودمر الرأسمالية الوطنية. هذه زاوية خطيرة للغاية. وكما قلت، تفضيل رجال الثقة على رجال الخبرة مصيبة كبيرة. فهذه حقيقة مؤكدة، لكن مؤكد أن له إيجابيات، وليس هو بمفرده، الآخرون أيضا
السد العالي الآن يتضح لنا أهمية هذا السد في وسط مؤامرات دولية من الشمال والجنوب من أجل خنق مصر، وهو رجل كان يملك التحدي، لكن فعلا لم يكن يستمع إلى نصيحة من يعارضه في قضايا مصيرية كبيرة. وتولية عبد الحكيم عامر كوزير الحربية خطأ قاتل، وهو يتحمل كارثة اليمن، يتحمل 67، لكن بنى حائط الصواريخ، وهذا حائط مكلف للغاية. وفي يوم واحد قامت إسرائيل بغارات مجنونة لإيقاف بناء هذا الحائط، واستشهد في يوم واحد 500 رجل، وتم إخفاء هذا الخبر حتى لا تتأثر الروح المعنوية، وكان الناس بعد الغارة يواصلون البناء. بناء حائط الصواريخ الذي سيقطع ذراع إسرائيل طويلة أمر ينبغي أن نقوله. هذه نقطة رئيسية. ومحمد فهمي سافر إلى الاتحاد السوفيتي 16 مرة، وعندما تم بناء هذا الحائط 12 طائرة فانتوم سكاي هوك في يوم واحد سقطوا، وخطة جرانيت واحد هي التي نفذت في 6 أكتوبر. فالقول أن كله سيئات أنا أختلف مع حضرتك هذه، لكن أنا أعجبني أنك تتناقش بأدب وبتحضر، مما يدل أن حضرتك شخص مثقف وراقي، ولمحة جميلة أن تقول أن المقريزي له رأي في الفاطميين ولم يذكر أخطائهم. كل له رأيه، كل له تصوره، لكن برضو المقريزي شيخ مؤرخ مصر الإسلامي، تلميذ ابن خلدون. أنا في تقدير المتواضع أن المقريزي تفوق على أستاذه في الكتابة التاريخية، لكن أستاذه فيلسوف التاريخ لا شك في هذا. شكرا أستاذ فهد الذي تعلمت أنا من تعليقه الراقي المتحضر. شكرا جزيلا.